العقاب دلوقتي في 2016 بقى عباره عن نوعين. نوع كيوت اللي هو مثلا إيه، تسكت ما تتكلمش، تتمنع عن حاجه، تتمنع على بلاي ستيشن والكلام اللي هو اللطيف ده. في نوع تاني كده بس طلع على النبي اللي هو الضرب، حزام، الشبشب، الحاجات اللي هي فيها العز دي. عايزين نسأل النهارده سؤال حلو قوي. وانت صغير كنت بتتعاقب بايه؟ يلا بقى نشوف الكلام، يلا. كنت بتتعاقب ازاي وانت صغير؟ كنت بتشتم وبتضرب. شبشب، خرزانة، الله حبس، الله. فران، فران؟ ظلمة، يعني ايه فران؟ حادفة. ممكن ياخدوا مني الموبايل، ممكن ما يلعبونيش معاهم. بتربطني، بتجيب ايديها كده وتربطني على حرف السر وكده، عشان انا يعني كنت شقية فبحب يعني اجري في الشقة والكلام ده كله، فكانت بتربطني بقى. دي كان العقاب بتاعي يعني. الحمد لله ما كنتش بتضرب، بس بتحدف بأي حاجة. بتضرب بايه؟ بالعصاية والحزام. بالنسبه لك الضرب بالشبشب ولا بالحزام امتع؟ كلهم كانوا متعة. حبيبي. كان في حاجة وحشة؟ عندك حزام، عندك طبعا شبشب الام الصاروخي اللي هو الله. اللي بيسافر بيعبر القارات ده، عارفه؟ الحزام كده يعني وخلاص. سريع على طول. بص هو الشبشب عشان بيطير يعني. بالشماعة شماعه دي. أو بالعصاية متهيألي. شماعة. ما الشماعة بتتكسر على طول كده، تبقى خفيفة خلاص خلصت على طول. الشبشب يعرف تك 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 كتير يعني. تعرف يعني ايه نوتي كورنر؟ تقعد على الجنب ويقعد ساكت ويقعد على الكرسي وما يعملش اي حاجه. ما دي حاجه على فكره مزاج يعني، دي لو بنتعاقب بيها اكيد ما كناش طلعنا كده. لا والله ما كانش دخل على ايامنا النوتي كورنر ده خالص. تقعد على جنب كده في الركنه ده كده. بتاع الناس اللي هي بنت الناس بقى يعني، مش الناس اللي هم زينا يعني. كنت بقعد عليها افضل قاعد كده مش عارف اعمل، بس كنتش بحب ده. بحب الضرب، بتحب الضرب؟ احسن بكتير. بتحب الضرب اكتر من نوتي كورنر؟ احسن بكتير. المصري معروف. طبعا بجبروت.